ليه الدعاية السلبية هي واحدة من أقوى أنواع التسويق لأطباء الأسنان أو أي مؤسسة تجارية أو طبية؟ وأنا النهارده هيكون كلامي عن أطباء الأسنان بحكم تخصصي. الإجابة يا سيدي بكل بساطة، لو أنت دكتور أسنان بتتقي ربنا في شغلك وفي عملك وبتعمل أفضل حاجة ممكنة زي دكتور عمرو مثلا، وقتها الشخص اللي هيتكلم عنك بالسلب، الناس اللي هتسمعه سواء على السوشيال ميديا أو في الشارع أو حتى قاعدة مصادر، هينقسموا إلى 3 أقسام. القسم الأولاني ناس بالفعل هتصدق الكلام السلبي ده وهيعيش دور المؤامره ويقول لك فعلا الدكتور كان يومين. وفي الوقت ده انت المفروض تحمد ربنا 6000 مره ان ربنا صرف عنك هذه العقليه، لان الناس دي مش هتجي لك، فتحمد ربنا ان ربنا صرف عنك العقليه دي. وزي ما دكاترتنا علمونا قديما ان المريض بيجي برزقه وبيمشي برزقه، فتحمد ربنا انه صرف عنك العقليه. القسم الثاني ناس هتعاند الشخص اللي اتكلم عنك بالسلب. الشخص اللي هيتكلم بالسلب في الاغلب بيتكلم بعاطفه، وفي الاغلب انت بتتقي ربنا في شغلك فهيتكلم عنك ظلم وبهتان، هيبقى كذاب. فالناس اللي هتسمعه هتبقى عارفه ان هو مأفور في الكلام. وقتها هيستخدموا المقاومه ضد الكلام ده، انهم هيعاندوا الشخص اللي اتكلم بالسلب ده ويقول لك انا لازم اجرب الدكتور بنفسي، فهيبقى جالك نوع من المرضى جديد قد يكون ما سمعش عنك قبل كده. القسم الثالث كمان ناس بتحكم عقلها في كل حاجه بيقرأوها على السوشيال ميديا او بيسمعوها من اي حد في الشارع او في قاعده المصادر، ويقول لك يا عم انا ما اسمعش من حد، انا لازم اجرب بنفسي كده كده. فوقتها برضو هيبقى عندهم فضول، وقت ما تيجي الفرصه المناسبه انهم يجربوك هيجوا لك العياده ويجربوك. فانت كده عندك قسمين هيتفقوا وهيجوا لك ان شاء الله. فالريتنشن بتاعك بين المرضى في المنطقه بتاعتك هيزيد. وكده كده كمان سبحان الله من رحمه ربنا ان القسم او الشخصيه او العقليه الضعيفه التعبانه ربنا يصرفها عنك، لانه هو وقتها كده ربنا جنبك الجزء المتعب ده. فانت سبحان الله استفدت من ناحيتين. انا في واحد جالي تقريبا من سنه ونص سنتين في عيادتي، وعملت له افضل شغل ممكن على الاطلاق بما يتناسب مع القيمه السعريه اللي هو طلبها مني. ومع ذلك بعد ما خلصت عشان ما يكملش باقي حسابه طلع قال عليا ظلم وبهتان وزور، لدرجه ان انا كنت في مره همسك فيه في وسط العياده، لولا ان انا في الاخر قلت لا، عفى الله عما سلف وفكك منه. قسما برب العزه ان مراته وعياله الاثنين الثلاثه كمان ومرات ابنه ومش عارف نسيبه وجاره وابن اخوه، الناس دي كلها جات لي العياده بسبب كلامه، لانهم وقتها كان يقعد يقول كلام عجيب، يفتح بقه ويقول للناس بصوا عمل ايه في اسناني، فالناس تبص على الاسنان تلاقي الاسنان ممتازه جدا والشغل تحفه والشغل يعني لا يعلى عليه. فالناس وقتها تعرف انه كذاب، فوقتها يحبوا يجربوني حتى اقرب الناس لي. وبعد كده جالي قلت له لا انا معذرتي مش هشتغل، حلف طلاق ما حد هيشتغل له غيري، وانا اسف يا دكتور وحقك عليا. فانت طالما بتتقي ربنا في شغلك وعارف بتعمل بما يرضي الله وبتقدم اكبر وافضل قيمه مقابل السعر بما يتناسب مع منطقتك وبتراعي ربنا، ان شاء الله ربنا عمره ما ضيعك تعب. وان ليس للانسان الا ما سعى وان سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الاوفى.